السلام عليكم. أنا موجهة الفيديو اللايف ده لفخامة الرئيس السيسي. أنا النهاردة الساعة 2:15 كلمني ضابط شرطة بخصوص الفيديو اللي أنا عاملاه ده. كنت موجهاه للسيد محمد العبار على تجربتي في مع إعمار مصر. اللي أنا قلته مش كذب، أنا ما بكذبش. أنا ست عندي 68 سنة وبنت قائد في القوات المسلحة. الخطط بتاعت المدرعات كانت بتدرس في الكلية الحربية. احنا اتربينا على الشرف وعلى الأخلاق، احنا ما بنكذبش. أنا جيت من سافرت، أنا بسافر الساحل أساسا فترات قصيرة جدا، بقعد ويك أند وامشي. أنا ما بقعدش بال10 15 يوم عشان شغل بنتي وشغلنا وبرجع. انا في سبتمبر 23، انا كمان كنت ناسيه التاريخ بالظبط كام، بس الظابط اللي كلمني يفكرني. بنفتح الازاز اللي على التراس بتاعنا على البلكونه على الجنينه، لقينا السور اللي بيني وبين جاري اتشال. فاحنا ذهلت، كلمت المسؤول بتاع الزراعه في مراسي، قال لي ايوه ده جارك شال الزراعه، انا قلقان والله لما هتيجي هتعملي ايه؟ تمام. قلت له طيب تمام حضرتك، هو ده ازاي يعني يشيل الزرع؟ قال لي ما اعرفش، دي مشكله بينك وبين جارك وانت تتصرفي. ده بالظبط الاستاذ فالح في الزراعه في مراسي. تمام. قلت له طبعا بعد مشاده يعني بطريقه مهذبه كل حاجه، بس انا ضغطت عليه. قلت له لو سمحت تجيب لي حالا 20 أو 25 قصرية زرع فيها الزرعه اللي اسمها كف مريم اللي موجوده عندنا، لان انا مش هنام كده. وجبت حبل كده كنا بنربط بيه الشجر اللي مايل، وعملت خط ما بين البدايه بتاعه جنينتي ويعني من اولها لاخرها. بمنتهى البساطه في بنت صغيره جت خبطت عليا، مين اللي حط ده، مين اللي حط الاثار دي؟ قلت لها انا. مين اللي شال الزرع ده؟ قالت لي اعمار. قلت لها انت بتكذبي. والدك جاب. انا رحت في غرفه الامن، في غرفه فيها الكاميرات سنترال، واتفرجت على الراجل وهو بيشيل الشجر وبيزق شجره اسمها خيار شمبر، شجره ضخمه جدا بيزقها، بيحاول يقلعها من الارض. الشجره دي مزروعه بقالها 12 سنه. تمام. المهم انا كلمت اعمار، ما هماش عارفين يعملوا حاجه. زرعنا الشجر بخناقه يعني، وكانوا بتوع الكوميونتي معايا. اللطيف انه بعد اسبوع انا كلمت العميد ماجد اللي هو الامن، مدير الامن. قال لي للاسف هو شاله تاني. الراجل ده بيتكلم بطريقه صعبه جدا وما عرفتش اتفاهم معاه. فانا وصلت اولا، رحت للقسم القانوني في اعمار في اب تاون كايرو في المقطم، واتفقت معاهم ان انا من حقي ان انا الحدود اللي انا اشترينا بيها هي نفسها. انا ما زرعتش حاجه يا جماعه، انا زرعت حاجات جوه جنينتي لكن الحدود موجوده. وعملت محضر. كلمت النجدة، أنا أسفة، كلمت النجدة، جالي ضابط رائد على ما أعتقد، ممكن أحاول أطلع رقمه لو موجود عندي، وجي عند العميد ماجد في مكتب الأمن وكان رافض تماما. وأنا بأقسم بالله العلي العظيم كان رافض تماما يدخل. قال لي هعمل لك محضر هنا. قلت له أنا أسفة حضرتك. قال لي لا أنا ممنوع أدخل. قلت له حضرتك ضابط شرطة مصري على أرض مصرية وأنا مصرية. فكانت مشادة سخيفة شوية، بس هو وجعته وطنيته طبعا كأي رجل مصري حي، وانتقل وجه. لكن الواضح انه هو حاجة كده بقى اتفاقية او الله اعلم هي معمولة ازاي، ان مفيش ضباط يدخلوا. طيب انا هتعمل محضر اثبات حالة ازاي؟ مش لازم يدخل حضرته يشوف الشجر اللي مرمي؟ وفي وجود الشرطة جم بتوع الكوميونتي والزراعة، وكانت مشادة مع جارنا. ده راجل غريب يعني. أنا مش لاقية أي لفظ عشان ما بقاش حد يحاسبني قانونيا، مش لاقية لفظ مناسب يناسبه على التصرف اللي هو عمل. لأن ببساطة شديدة هو شايف شبر في العقد مكتوب إنه الحديقة بلس أور ماينس يعني 10%، فاحنا بنتكلم في شبر، خلاص مش مشكله. المهم بعد مشاده الشرطه جت. اذا كانت الشرطه بتكذبني
انا متاسفه، انا مش كدابه، انا مش كدابه وما اتعلمتش الكذب وما بكدبش لاني ما بخافش. واني ظابط يكلمني 2 الا تلت الصبح انت بتطلب واحده ست، انا نايمه وابني المفروض على وصول جاي من امريكا الساعه 3:30، ظابطه المنبه بتاعي، الاقي راجل بيكلمني ويقول لي اشرحي لي ايه اللي حصل. قلت له حضرتك شفت الفيديو؟ قال لي لا انا ما شفتوش. هو شايف تعليقات البهوات اللي هو احنا بنتكلم. انا السوشيال ميديا في رايي عباره عن مستنقع يا فندم، مستنقع، كل واحد ياخد كلمتين ويركبهم على بعض عشان يدي شكل معين. ايه هدفهم الله اعلم، هل هم بيعملوا اعلانات بيكسبوا الله اعلم، لكن انا ما بكدبش. وقبل كده وقلت في الفيديو ده ان قبل كده كان في ضابط شرطه شال الزراعه اللي قدامه على الجنبين وكان متضايق من الشجر اللي انا زرعاه جوه جنينتي، مع ان كل الشجر اللي في الشارع عالي جدا ما بنشوفش الشارع منه، بس هو نوع من التسلط او التحكم او الله اعلم التدخل او السيطره او الحاجات دي كلها. لكن ان الشرطه تتهمني اني كدابه، لا انا مش كدابه، انا مش كدابه. ولو انا كدابه مش هطلع بالشجاعه دي واتكلم تاني وبوجه كلامي لسياده الرئيس السيسي. انا ما يكلمنيش ضابط الساعه 2 الا تلت ده اساسا، وبعدين الصبح الساعه 12 تقريبا او الظهريه النهارده ضابط بيكلمني بيقول لي انا من الامن العام وايه وبرده ما شافش الفيديو، هو وصلت له المعلومه خلاص. تاني حاجة راح طالبني تاني بيكلمني بتون في لغة آمرة، شيلي كلمة الشرطة من الفيديو. قلت له يعني أعمل مونتاج للفيديو؟ أنا أصلا مش هعمل مونتاج. بنتي كانت قاعدة اتعصبت جدا، أنا إيه أندر أتاك يعني؟ إيه الحكاية؟ هو ممنوع حد يتكلم في البلد دي بقى عن حقه؟ هو أنا بتكلم حاجة غلط؟ هو أنا بقول حاجة غلط؟ حتى الناس اللي عماله تنتقد ان انا وجهت لعمرو اديب، عمرو اديب رجل بيتسمع، ده الناس بيسمعوه في امريكا. لما تيجي تتكلم حضرتك يتكلم بالحق، تجيب حقوق الناس. اعمار مش انتشبل يعني لو هم. وبعدين من تجربتنا احنا ساكنين في كومباوند برضه، اي كومباوند الناس بتنسى نفسها، بيتهيأ لهم ان هم عامل رئيس دولة جوه الدولة المصرية، يعمل زي ما هو عايز، أسرار، ولا حد يعرف إيه اللي بيتعمل فينا. هو مين يقبل إن الناس ما تقدرش تتحكم في ملكياتها؟ ومين قال إن ضابط يطلبني الساعة 2 إلا تلت وهحط أنا صورة المكالمات الساعة كام بأرقام تليفوناتهم؟ وأنا ليه يكلمني ضابط أمن عام أصلا؟ هو أنا مجرمة؟ حضراتكم مش من حقكم تمنعونا اننا نعبر عن راينا، وانا ما بكدبش. وحضرتك جيب الضابط اللي عامل المحضر واساله انت رحت فين. هو راح عند العميد ماجد في المكتب، ما كانش هو قاعد حتى العميد ماجد، كان في حد تاني من المسؤولين في الامن، وكان رافض تماما لولا اصراري ولولا ان انا صممت ان هو جه فعلا جه في الاخر. ما هو ده اللي انا قلته للظابط اللي كلمني، انا اللواء فلان من الامن العام. انا يكلمني امن عام ليه؟ يكلمني امن عام ليه؟ يكلمني مرتين ليه؟ ايه بترهبوني يعني؟ انا ما بخافش، انا ما بكذبش وما بتبلاش على حد وما بشتمش حد، مع ان الناس شتمت وقلت ادبها وكميه مستنقع، انا مسميها مستنقع السوشيال ميديا. لكن انا ما بخافش، ولما بعمل حاجه عن حق هوصل اني اخد حقي في الاخر. انا ما حدش يقول لي ما يدخلكيش غير 2 في اليوم، ما فيش كلام ده في اي بلد في العالم، ما فيش كلام ده. واعمار مش انتشبل، لهم اخطائهم ولهم مميزاتهم، زي ما انا اظهرت المميزات اظهرت الحاجات السلبيات. ولا هو ايه الحكايه؟ الضباط دول مين؟ انا احط نمرهم، طبعا انا مش فاكره اسامي، واحد بيكلمني 2 الا تلت ده انا المقدم فلان، ولا انا حتى مش قادره اتذكر، كنت نايمه. والمكالمه الثانيه من مرتين من واحد يقول انا اللواء فلان الفلاني من الامن العام. بتخوفوني يعني؟ هو انا عملت ايه؟ ايه اللي عملته؟ مش بقول الحقيقه. حتى الفيديو ده موجه اساسا للسيد محمد العبار. دي تجربتي الفاشله مع اعمار. مش في كاميرات، ده الكاميرا فوق بيتي، فوق بيتي. ازاي الكاميرات متركبه وواحد جاي بيخلع زرع وانتوا سايبينه؟
افترض انا واحده عايشه في امريكا ولا عايشه في دبي ولا عايشه في اي بلد، ازاي واحد يتهجم على ملكيتي وانتوا سايبينه؟ هو في ايه اللي بيحصل؟ وبعدين ايه القصه انه احنا ده انا ده انا عامله محضر بعدها برضو، كان فتره حاجه سقيمه مش عارفين ننام، عيال صغيره شباب صغيرين وما اعرفش من في واحد كان عربيته انا فاكره كانت دبي رقم 2 عربيه صفراء كانت ثورانه الساعه 4 الصبح بتعمل باك فاير ومفرقعين مش عارفين ننام. كل شويه ان واحد راح في النوم ينط يقوم من كتر الصوت. طب ما تسيطروا يا جماعه، انتوا ليه انتوا ليه بتركبوا الناس علينا؟ وبعدين الساده اللي كلموني مع احترامي معلش مش من حقكم ابدا، وانا ما بكدبش، واقسم بالله العلي العظيم انا ما كدبت، وده اللي حصل. اي نعم في الاخر جه وقعد قدام بتوع الكوميونتي وعمل المحضر في التراس عندي، بس بعد ايه بقى؟ ما هو ده معناه ان انت في حساسيات انه المكان ده تبع الاماراتيه ومش عايزين ندخل. لا ما ينفعش كده. وبعدين غير كده النهارده لو اي حاجه بتحصل اصلا جوه مراسي، مين عنده قضائيه عشان يوقف الولاد اللي بيبقوا مش مظبوطين؟ ما فيش لزوم اقول الفاظ. مين يوقفه؟ السكيورتي بتاعت اعمار ما عندوش قضائيه ما يقدرش يمسكه. اخره هيعمل ايه؟ هيديله غرامه 3000 5000 10000. مين اللي هيستفيد؟ مين اللي هيستفيد؟ اللي هيستفيد اعمار ان هي تحط في الخزينه بتاعتها الغرامات دي، لكن انا في الاخر برضو بينزل. وواحد من الكوميونتي كان مدير الكوميونتي وقتها لما اشتكيت بيقول لي والله بنروح ونكلمهم ويقولوا لهم يقول له اتفضل الغرامه هي، روح يا ابني العب بالعربيه. ده الفشل الذريع اللي انا اتعرضت له. لما اقول الحقيقه محدش يكذبني عشان انا ست كبيره، انا مش عيله صغيره هكذب وهالف قصه. وانا متشكره جدا للشرطه المصريه بدل ما تقف معانا كمصريين بتتبلى علينا. انا ما بكذبش، انا باكد انا ما بكذبش. انا اتعصبت لاني هو في ايه بترهبوني يعني؟ اذا كنت انت ظابط انا بنت قائد من المحاربين القدماء، انا ما بخافش. احنا اتربينا بندافع عن بلدنا، مفيش حد يكلمنا كده ومحدش يهددني. وانا الشكوى دي لسياده الرئيس السيسي، ارجوك توقفهم عند حدهم، وانا احط الارقام التليفونات اللي كلمتني. شكرا يا فندم.